بيبدأ مسلسلنا مع بسمة اللي بنشوفها وهي بتصحي جوزها بدري قوي عشان يجهز نفسه ويروح الشغل، لكن نادر ما بيبقاش عايز يصحى وبينزعج جدا لما بيحس بنور الشمس. بعدها بنشوف بسمة وهي بتنظف البيت وبتعمل الأكل لعيالها علشان توديهم المدرسة، ولما بتشوف نادر بتسأله هو كان فين طول الليل، فبيقول لها إنه كان بيلعب تنس مع أصحابه لحد الفجر وبيعرفها انه مش قادر يروح الشغل، لكن بسمة بتوديه الشغل بالعافية وبيسمع نادر كلامها فعلا. وقتها بنشوف آدم وهو بيفطر مع بنته ومراته مريم وبيمشي من وسطهم بسرعة عشان يروح الشغل، لكن مريم بتوقفه وبتسأله لو ما كانش في شخص غيره بيشتغل في نفس المكتب اللي هو شغال فيه، وبتعرفه انه خايفة عليه لا يتعب في مرة من كتر الشغل وما يجيلهاش تاني، وبتقترح عليه انه يتجوز واحدة غنية عشان تصرف عليهم هما الاتنين. فبيقول لها آدم ان عنده فكرة احسن وبيقترح عليها انها تشتغل رقاصة عشان تصرف عليه هي، وبيسيبها وبيمشي بسرعة عشان يروح لشغله. بعدها بنشوف نادر وهو قاعد في معرض العربيات اللي بيشتغل فيه وبيتصل على شخص غني علشان يطلب منه فلوس سلف، وبيهزر معاه عشان يبعت له الفلوس بسرعة. لما بتيجي الموظفة اللي شغالة معاه بيسألها لو الهدية اللي جابها لها امبارح عجبتها، وبيعرفها انه عاوز يسهر عندها النهارده بالليل وبيهرج معاه. وقتها بنشوف ندى وهي بتعد الفلوس بتاعت السوبر ماركت اللي هي شغالة فيه، وبيجي لها مديرها سامي اللي بيسألها لو كانت عايزة تيجي معاه لعيد ميلاد واحد صاحبه بالليل، فبتقوله ندى انها مش عايزة تروح لأي مكان. ولما سامي بيسألها عن السبب ما بتردش عليه، وبيقول لها انها بكل ده اكيد مش عايزة تيجي معاه عشان هي ما عندهاش اصحاب، وبيفكرها انها مطلقة ومخلفة ولد، وما بتفهمش ندى هو يقصد ايه، بس بتبص له بطريقة وحشة وبيخاف سامي منها جدا وبيسكت. بعدها بنشوف مريم وهي بتوري للدكتور التحاليل بتاعت بنتها، فبيقول لها الدكتور ان بنتها مريضة جدا وان الدواء اللي هي بتاخده مش مأثر عليها، وبيعرفها انه هيكتب لها دواء جديد، بس بيقول لها ان الدواء ده غالي جدا، انه لو ما جابش نتيجة معاها هو كمان هيضطر يعمل لها عملية في اسرع وقت. بعدها بنشوف بسمة وهي بتعرف صحابها انها اكتشفت ان نادر جوزها اشترى فستان ب20,000 جنيه امبارح، وبتقول لهم انها استنته عشان يهديها بيه بس ما عملش ده لحد دلوقتي. فبتقول لها مريم انه ممكن شايله لحد ما يجي وقت مناسب، لكن ندى ما بتبقاش متفقة معاها وما بترضاش تقول لبسمة ان جوزها بيخونها. وقتها بتشوف شخص وهو قاعد على الترابيزة اللي جنبهم، وبتطلب من مريم وبسمة ان هم ياخدوا بالهم من الحرامي ده، وبتعرفهم انه هيمشي بالراحة دلوقتي من غير ما حد ياخد باله عشان ما يحاسبش على اللي شربه. وبيعمل الشخص ده كده فعلا. تبقى بسمة مش مصدقة ان ندى اختها بتقدر تاخد بالها من كل الناس قوي كده، وبتسألها هي عرفت انه هيعمل كده ازاي، فبتقول لها انها بتمسك كل يوم 10 شبه دول وهي شغالة في السوبر ماركت، وبتعرفها ان العيال دول شوية عب، وان اللي عايز يسرق بجد لازم يسرق حاجة كبيرة شبه خزنة السوبر ماركت اللي بيبقى فيها مش أقل من 800 ألف جنيه في كل شيف. فبتقول لها مريم إن كلامها صح قوي، وبتسألها لو كانوا يقدروا يسرقوا الخزنة دي فعلا، فبتقول لها ندى إنها ممكن تسرق الخزنة بكل سهولة، وبتعرفها إن مديرها سامي شخص أهطل وإن أي حد ممكن يسرقه، وبتسكتها بسمة بسرعة عشان ما تودهمش في داهية، وبتعرفها إن أي حد لو سمعها هيفتكرها بتتكلم بجد ومش هيعرف إنها بتهزر. بعدها بنشوف إياد طليق ندى وهو بيعرفها إن ابنهم عايش حياة سيئة جدا معاها، وبيطلب منها تنقله حضانته، وبيعرفها انها مش قادره تصرف عليه ومدخله مدرسه بيها قوي، وبتقوله ندى انها مش قادره تصرف على ابنهم عشان هو اللي مش بيبعت لها فلوس غير على القد، وبتعرفه ان ابنها هيفضل عايش معاها وبتسيبه وبتمشي. بعدها بنشوف ندى وهي بتعرف بسمة ان طليقها جالها النهارده عشان ياخد ابنها منها، وانها محتاجه فلوس كتير جدا عشان تقدر تكسب قضيه الحضانه اللي هيرفعها ضدها، وبتقترح عليها انها تسرق معاها خزنه السوبر ماركت اللي هي شغاله فيه، لكن ندى بترفض وبتسالها لو كانت بتتكلم بجد، وبتعرفها انها مستحيل تعمل حاجه شبه دي. وقتها ندى بتشوف الاعلان بتاع المعرض اللي نادر شغال فيه، ولما بتوري البسمة الموديل بتاع الاعلان بتقول لها ان دي مش موديل، وبتعرفها انها موظفة في المعرض. ولما بتشوفها لابسة الفستان اللي جوزها اشتراه ب20,000 بتعرف انه بيخونها معاها وبتتصدم جدا. وبالليل بنشوف بسمة وهي بتكسر المكتب بتاع جوزها ومتضايقة، وقتها بتقرا ملف واقع على الارض وبتتصدم من جديد لما بتقراه. ولما نادر بيرجع البيت بتناديله بسمة عشان تهزقه، وبتسأله هو بيخونها مع واحدة قد عياله ليه، وبتبقى عايزة تعرف منه السبب اللي ما خلاهوش يدفع اقساط البيت بقاله 5 شهور. فبيقول لها نادر انها مش فاهمه اي حاجه، وبيعرفها انه مستلف فلوس كتير جدا من ناس ومش عارف يرجعها لهم ازاي، وما بينكرش خيانته ليها وما بيبقاش عارف يقول لها ايه في الموضوع ده. وبتعرفه بسمه انها هتنفصل عنه وبتعامله باسلوب وحش وبتسيبه وبتمشي. تاني يوم بنشوف بسمه وهي بتعرف ندى ومريم ان هم هيسرقوا السوبر ماركت، وبتقول لهم ان هم كلهم مديونين ومحتاجين للفلوس قوي، وبتعرفهم انها لو ما دفعتش اقساط البيت هتطرد منه هي وعيالها. ولما مريم بتعترض بتفكرها بالدواء الغالي بتاع بنتها، وبتجبرها تشارك معاهم في سرقه السوبر ماركت، وتحط لهم خطه مناسبه
مناسبة جدا بعد ما بيزوروا المكان أكتر من مرة، وبيعرفوا مخارج ومداخل السوبر ماركت بالكامل بفضل ندى. بعد أسبوع بنشوف بسمة ومريم وندى اللي بيبقوا ملثمين وهم بيقتحموا السوبر ماركت عشان يسرقوه، وبيهددوا الزبائن عشان ما حدش فيهم يتحرك. وبيبقى سامي والأمن خايفين جدا، وبتاخد ندى سامي لأوضة الخزنة علشان يديها كل الفلوس اللي موجودة، وبيسمع سامي كلامها فعلا وبيحط لها الفلوس كلها في الشنطة. وبتاخد ندى بسمة ومريم عشان يهربوا بسرعة قبل ما تيجي الشرطة، وبينجحوا فعلا في سرقة السوبر ماركت. بعدها بنشوف بسمة اللي بتبقى مستغربة انه كل الفلوس دي قدامها، وبتسأل ندى هم سرقوا الفلوس دي ازاي من غير ما يتمسكوا او يتقبض عليهم. ولما بيعدوا الفلوس بيلاقوها اكتر من 800 ألف بكتير. بتتصدم بسمة من جديد وبتسألهم عن السبب اللي يخلي فرع صغير شبه ده يبقى فيه كام الملايين دي. بعدها بنشوف ندى اللي بتروح المدرسة علشان تاخد ابنها، ولما كريم بيشوف العربية الجديدة اللي امه اشترتها بيبقى متفاجئ جدا، وبيسأل هي جابت الفلوس العربية دي منين، فبتقوله انها باعت كليتها وبتهزر معاه. وقتها بنشوف بسمة اللي بتروح المعرض وبتدخل جواه عشان تقابل الموظفة اللي جوزها بيخونها معاها، وبتقول لها ان نادر راجل بخيل ومش هتستفيد منه بأي حاجة، وبتديها فلوس عشان تبعد عنه، وبتعرفها ان الفلوس دي هتكفيها فترة لحد ما تشوف شغل بجد. بتزعق لها وبتهزقها، لكن الموظفة ما بيبقاش فارق معاها اي حاجة غير الفلوس. وبالليل بنشوف سامي اللي بيروح لندى وبتخاف اول لما بتشوفه، وبتسأله هو بيعمل ايه هنا، فبيقول لها انه عارف كويس قوي هي عملت ايه هي واصحابها، بيأكد لها انه عارف كل تفصيلة فيها وبيهددها بالشرطة. وقتها بتكلمه ندى باسلوب لطيف، وبيفرح سامي لما بتعمل كده، وبيدخل جوه الشقة بتاعتها وبيعرفها انه مش عايز فلوس من اللي هي سرقتها، بس بيبقى عايز يرتبط بيها. وتاني يوم بنشوف بسمة وهي بتدي نادر القهوة بتاعته عشان يشربه، وبتطلب منه يجي يفطر معاها، وبيبقى نادر سعيد جدا وبيفكر انها سامحته على خيانته ليها، بس بتديله بسمة عقد بيع البيت عشان يمضيلها عليه، وبتعرفه ان هي اللي هتسدد اقساط البيت وهتعيش فيه هي واولادها وبس. لما بيسألها نادر هو هيعيش فين بتقوله ان دي حاجة ما تلزمهاش، وبيتضايق من كلامها جدا، وبيعرفها انها محتاجة تهدى وتفكر من جديد في مستقبل ولادهم، وبيسيبها وبيمشي. وبتقلع بسمة دبلتها وقتها وبترميها وهي مستاءة. وبالليل بنشوف بسمة وهي راجعة لبيتها وبتتفاجئ بمجرم اسمه مروان هو قاعد مستنيه، وبيعرفها على نفسه وبيطلب منها ترجع له الفلوس اللي هي سرقتها كلها، وبيخليها تتصل على ضحاياها علشان تجيبهم لبيتها هم كمان. ولما بيجوا بيعرفهم ان راجل خطير جدا وشغال في غسيل الاموال وبيعمل عمليات اجراميه، وبيطلب منهم يرجعوا له كل فلوسه وعليهم فايده 20%. وبتصدم ندى وبتساله هو عايز فايده ليه بالظبط، وبتقول له مريم ان الفلوس لسه معاهم، وبتعرفوا ان هم هيرجعوا له كل الفلوس اللي اخدوها. وبيهددهم مروان وقتها وبيعرفهم انه هيستنى عليهم 3 ايام بالظبط علشان يرجعوا له كل الفلوس بالفوائد. وبالليل بنشوف سامي وهو بيتهجم على ندى في بيتها وبيعرفها انه بيحبها قوي، وبيسالها هي مش حاسه بيه ليه، وبتحاول ندى تبعده عنها. وبتيجي بسمه وقتها عشان تهدد سامي بالسلاح، ولما بيقول لها انه هيبلغ الشرطه عنهم بتضربه على دماغه وبيقع على الارض وبيفقد الوعي. تبقى ندى خايفه جدا لا يكون مات. بعدها بنشوف بسمه وندى اللي بياخدوا مريم لبيت مهجور، وبيوروه سامي اللي بيبقى متكتف ومربوط، وبيعرفوها انه كان بيتحرش بندى وانه هددهم بالشرطه وعشان كده هم عملوا فيه ده. تاني يوم بنشوفهم وهم قاعدين مع بعض، ولما بيعدوا كل الفلوس اللي معاهم بيعرفوا انها ناقصه 850 الف جنيه، وما بيبقوش عارفين هم هيجيبوا المبلغ ده ازاي. وبيجي لهم مروان عشان يسالهم لو كانوا جهزوا له فلوس، وبتقول له مريم ان هم جمعوا مبلغ كبير جدا من الفلوس، بس بتعرفوا ان هم هيبقوا ناقصين شويه، فبيقول لها مروان انه مش هياخد غير فلوسه كامله، وبيسيبها وبيمشي وبيعرفها انه هيجي لهم تاني. بعدها بنشوف بسمه وهي بتبيع الدبله بتاعتها، وبيقول لها السايغ ان دبلتها تسوى 36 الف جنيه بس. ولما بترجع لاصحابها بتقترح عليهم مريم ان هم يطلبوا فديه من اهل سامي عشان يرجعوه ليهم، وبتعجبهم الفكره فعلا. بعدها بنشوف ندى وهي بتتصل على جده سامي عشان تطلب الفديه، لكن تليفونها بيبقى مقفول، وبيقرروا ان هم يروحوا لها بيتها وبيعرفوها ان هم تبع شركه نظافه، وسامي حفيدها طلب منهم يجوا لها علشان ينظفوا البيت. وبتدخلهم سميره فعلا وبتشتكي لهم وحدتها، وبتعرفهم ان بقى لها سنين عايشه لوحدها. وقتها بسمه بتدخل اوضه سميره وبتدور في كل مكان على الفلوس اللي هي شايلاها، وفعلا بتلاقي صندوق فيه فلوس ومجوهرات كتير، بس بتقرر انها ما تسرقهاش، وبترجع كل حاجه مكانها وبتاخد صحابها لعربيتها. ولما بيعرفوا انها ما سرقتش حاجه بيلوموها، لكن بسمه هي اللي بتلومهم وبتعرفهم ان سميره ست غلبانه وحاسه بالوحده لدرجه انها دخلت لبيتها ناس غريبه علشان تتكلم معاهم شويه مش اكتر. وبتقول لهم مريم انها فاهمه كل كلام، بس بتعرفها ان هم في مصيبه ولازم يسرقوا اي حد عشان ما يدخلوش السجن. وتاني يوم بنشوف رجاله مروان وهم بيعدوا الفلوس وبيعرفوه انها ناقصه، وبيتضايق مروان منهم جدا وبيسالهم هم ما جابوش الفلوس كامله ليه. وبتديله ندى 3 تماثيل كانت سرقتهم من بيت سميره، وبتعرفوا ان كل تمثال فيهم يسوى اكتر من 50 الف جنيه. وبيكسر مروان التماثيل وبيأمر رجالته يخلصوا عليهم، بس بسمه بتهزقه وقتها وبتقول له انه شخص غبي ومتخلف وانه عاوز يقتلهم ويودي نفسه في داهيه علشان كام الف ناقصين، وبتترجى انه ما يقتلهمش عشان هم كمان مخلفين وراهم مسؤوليات. وبيسيبهم مروان فعلا وبيمشيهم. وبعدها بتشوف بسمه وهي بتقول لهم انها مش مصدقه ان هم خلصوا من الكابوس اللي هم كانوا عايشين فيه ده، وبتسالهم هم المفروض يعملوا ايه مع سامي اللي هم خاطفينه دلوقتي. وبالليل
بنشوف سامي وهو بيحاول يفك نفسه، ولما بيفشل بينط من فوق الدولاب وبيرمي نفسه من البلكونة. وقتها بسمة وندى بيرجعوا للبيت المهجور، وبتشوفوا مريم وهو واقع على الأرض، وبتروح له ندى علشان تضربه بالعصاية اللي بتبقى معاها، وبتجبره يقلع هدومه كلها. وبيسمع سامي كلامها فعلا وهو خايف منها جدا، وبتصوره بتليفونها عشان تهدده بالصور، وبتعرفوا انها هتفضحه لو حاول يهددهم بأي حاجة بعد كده. وتاني يوم بنشوف مروان اللي بيروح لبسمة عشان يعرفها انه عايزهم في الشغل، وبتخاف منه جدا وبتسأله هو محتاجهم يعملوا ايه بالظبط. فبيقول لهم ان هم شوية ستات شكلهم محترم وصعب اي حد يشك، وان هم هيروحوا لبورسعيد علشان ينقلوا له شوية بضاعة مش اكتر. بعدها بنشوف ندى وهي بتعرف بسمة ومريم انها مستعدة تشتغل مع مروان عادي، وبتقول لهم ان اي حد صعب يشك فيهم بالفعل، وبتحاول تقنعهم يشتغلوا مع مروان هم كمان. بعدها بنشوف نادر وهو بيكلم الحاج حمادة وبيطلب منه فلوس سلف من جديد. ولما بيشوف بسمة وهي جايه له بيطلع بصورة فرحهم من الدرج، وبيلمعها بسرعة وبيحطها قدامه على المكتب. ولما بتسأله بسمة هو دفع فلوس القسط بتاع البيت ازاي، بيقول لها انه الحمد لله المعرض بقى شغال كويس، وما بيرضاش يقول لها انه بيستلم. ونشوف بسمة واللي بتشوف صورة فرحها، وبتعرف نادر انه كان رفيع وقتها، وبيقول لها انه هي كمان كانت واضح عليها انها مبسوطة قوي. ولما بتمشي بيشيل الصورة من جديد وبيرميها في الدور. بعدها بنشوف ندى وهي بتعرف صحابها انها باعت عربيتها عشان ترجع فلوس مروان، وان هما كلهم مش معاهم عربيات، وبتسألهم هما هيروحوا يجيبوا البضاعة من بورسعيد ازاي. وبتقترح على بسمة ان هما يسرقوا عربية من المعرض اللي جوزها بيشتغل فيه، وبتعرفها ان هما هيبقوا يرجعوا العربية بعد العملية على طول. وبالليل بيروحوا المعرض علشان يسرقوا عربية فعلا، وبتروح بسمة المكتب بتاع جوزها عشان تاخد الهارد بتاع الكاميرات وتشيله معاها. وتاني يوم بيروحوا للمينا عشان ياخدوا الحاجة اللي هما مش بيبقوا عارفين هي عبارة عن ايه، وبتعرفهم مريم انها جابت معاها مسدس جوزها عشان لو حصل اي قلق. وبيشوفوا وقتها الراجل اللي هيدوه البضاعة، ولما بتروح له بسمة عشان تاخد الحاجة منه بيزعق لها وبيقول لها انه مش معاه حاجة وبيبقى عايز يسرقهم. وبتنزل له مريم وبتهدده بالسلاح اللي معاها، وبيقرر يدوهم البضاعة وقتها فعلا. ولما بيمشوا بتوقفهم الشرطة عشان تفتش العربية، بس مش بيلاقوا معاهم اي حاجه ممنوعه، وبيمشيهم الضابط. بعدها بنشوف رجاله مروان وهم بياخدوا البضاعه من عربيه بسمه، وبنعرف ان البضاعه عباره عن ورق حائط وفي ظهرهم فلوس مزوره كتير جدا. وبالليل بنشوف ندى وهي بتطلب المنيو بتاع المطعم كله، وبيبقوا كلهم فرحانين بسبب الفلوس الكتير اللي هم اخدوها من مروان. وقتها نادر بيتصل على بسمه وبيعرفها ان في عربيه اتسرقت من المعرض، وان الشرطه موجوده في المكان وبتحقق معاهم. بعدها بتروح بسمه لمروان وبتقابله لوحدها عشان تعرفه انها عايزه تشتغل معاه من جديد. وتاني يوم بنشوف بسمه وهي بتدخل ولادها البيت، ولما بتروح عشان تحضر لهم الاكل بتيجي بنتها تقول لها انه في راجل غريب نايم جوه على سريرها، وبتتصدم بسمه جدا، وبتجيب صحابها عشان توريهم جثه الشخص المقتول، وبتعرفهم انها ما توقعتش ان شغلهم الجديد مع مروان هيبقى بالمنظر ده. ولما بتروح له عشان تعرفوا انها مش عايزه تشتغل معاه في القتل والعنف والحاجات اللي شبه دي، بيقول لها مروان انه مش HR عشان تخليه يحدد الشغل على مزاجه، وبيديها مبلغ مالي كبير، وبيسالهم لو كانوا ناويين يشتغلوا معاه دلوقتي، وبيوافقوا كلهم ان هم يشتغلوا معاه فعلا. ولما بيرجعوا البيت بيتفاجئوا بصوت حركه غريب، وبنشوف الشخص اللي كانوا فاكرينه ميت وهو بيهدد بسمه بالسلاح، وبيسالهم هم جابوه هنا ليه، فبيقولوا ان مروان هو اللي جابه هنا، وبيقسموا له بده. وبياخد الحرامي منهم مفاتيح العربيه اللي هم كانوا سارقينها من المعرض بالعافيه، وبيسيبهم وبيمشي من غير ما يأذيهم. بعدها بيرجع نادر للبيت، وبتمشي ندى ومريم وقتها. بيعرف نادر بسمه انه بيحبها وانه ندمان على خيانته ليها، وبيقول لها ان ابنهم نفسه يشوفهم مع بعض في بيت واحد من جديد. فبتقول له بسمه انها مش قادره تسامحه على خيانته، وقبل ما تكمل كلامها بيعترف لها نادر انه غلط قوي لما عمل كده، بس بيطلب منها تفكر في مستقبل ولادهم قبل كل شيء. وتاني يوم بنشوف بسمه وهي بتشتري شويه العاب بمناسبه عيد ميلاد ابنها، ولما بتعرف من الكاشير ان هم ممكن يرجعوا اي لعبه خلال 14 يوم عادي، بتطمع وبتروح عشان تاخد لعب كتير جدا، وبتستغل ثغرات الشروط والقوانين بتاعه المحل هي واصحابها. بعدها بنشوف سامي اللي بيروح لحفله عيد الميلاد عشان يعرف ندى انه لسه بيحبها على الرغم من كل اللي هي عملته فيه، بس ندى ما بتبقاش طايقاه خالص وبتهزقه وبتمشيه من قدامها. وقتها بيجي مروان، ولما بسمه بتشوفه بتسيب الحفله وبتخرج له بسرعه عشان تعرفوا ان الشخص اللي كان في بيتها هرب منها امبارح، وبتطلب منه يعوضها عن العربيه اللي هو سرقها. فبيقول لها مروان ان هي كده اللي مديوناله، وبيسالها هي ازاي سابت الشخص ده يهرب عادي كده قبل ما يستلمه بنفسه، وبيعرفها انه ما بيدفعش غير اللي بيعمل شغله صح وبس. وبيشوفهم سامي وقتها وبيقرر يصورهم لانه بيحس ان في حاجه غلط. وبيجي نادر اللي بيسال مراته اذا كان في حاجه هي بتعملها، فبتقوله ان مفيش حاجه، وبترجع الحفله بسرعه. وبالليل
وبالليل بنشوف نادر هو بيسأل بسمة هي كانت سايبة الحفلة واقفة مع الشخص المريب ده ليه، فبتقوله انه موظف الشركة اللي عملت لهم عيد الميلاد، وبتطلب منه يبطل شك فيها، وبتعرفه انه من ساعة ما خانها وهو ما ينفعش يسألها عن اي حاجة خالص، ولما بتطرده من البيت بيقول لها ان ده بيته هو كمان، وبيعرفها انه مريض وعنده كانسر، وبتتصدم بسمة لما بتعرف بده وبيبقى صعبان عليها جدا. وتاني يوم بنشوف سامي وهو بينادي على ضابط شرطة اسمه شريف وبيترجاه يسمعه، بس شريف بيبقى عارف انه شخص تافه، وبيسأله هو عايز منه ايه، وبيعامله بطريقة وحشة، وبيوري له صورة بسمة وهي واقفة مع مروان، وبيقولوا ان الشخص ده شكله مريب جدا ممكن يكون مجرم، فبياخد شريف الصورة منه وبيطرده بره المكتب، ولما بيشوف سجل المجرمين اللي عنده بيلاقي صورة مروان وسطهم وبيتصدم جدا. وتاني يوم بنشوف بسمة وهي بتعرف مروان ان هم عايزين ياخدوا فلوسه المزورة ويرجعوا له فلوس حقيقية مقابل 20% من الارباح. لما بيسألها مروان هم هيعملوا ده ازاي، بيقولوا ان هم هيروحوا لاي مكان عنده سياسة الترجيع وهيشتروا منه حاجات كتير جدا بالفلوس المزورة، بعدها هيرجعوها وياخدوا فلوس حقيقية، وهم كده كده ستات بيوته محدش هيشك فيهم. وبيعجب مروان الفكرة فعلا، بس بيتفق معاهم على نسبة 12.5%، ولما بيوافقوا بيتريق عليهم وبيقول لهم انه في العادي بيدي 30%، بس هم شكلهم جداد وبيضحك عليهم عادي. وبالليل بنشوف نادر وهو بيدور عن مرض السرطان على النت، وبتجيله بسمة عشان تطمنه وبتعرفه انه هيخف باذن الله، وبتحاول تدعمه، وبيقول لها نادر ان عمره ما هينسى لها وقوفها جنبه على الرغم من اللي عملوا فيها. وقتها بيجي الضابط شريف عشان يزور بسمة وبيعرفها على نفسه، ولما بتساله اذا كان في مشكله ولا حاجه هي عملتها بيطمنها، وبيقول لها انه جاي عشان يتكلم معاها شويه بس مش اكتر، وبيعرفها ان الكومباوند اللي هي ساكنه فيه بدا يبقى فيه ناس لبش، وعشان كده هو عايزها تبلغه باي حاجه تشوفها جوه الكومباوند، وبيسيب لها الكارت بتاعه وبيبقى موجه اغلب كلامه ليها، وبتخاف بسمة من ده جدا. وتاني يوم بنشوفها وهي بتعرف مروان انها مش عايزه تشتغل في غسيل الاموال معاه، وبتحكي له عن اللي عمله الضابط معاها، فبيقول لها مروان ان اللي هي بتحكيه له ده ما يلزموش، وبيعرفهم ان هم اللي اتفقوا معاه وان هم ملزمين يكملوا اتفاقهم للاخر، وبيسلمهم 500,000 جنيه مزورين، وبيقول لهم انه لما هيرجع لهم هياخد الفلوس دي منهم حقيقيه وبالعافيه. بعدها بيروحوا المعرض ادوات كهربائيه وبيتعمدوا يشتروا حاجات قليله باغلى الاسعار، ولما بيدوا الفلوس المزوره للكاشير بيحطها في مكنه الفلوس، وبتفشل المكنه انها تعرف ان الفلوس دي مزوره، وبيشتروا كل اللي هم عايزينه وبياخدوا الريسيت وبيمشوا. لكن الكاشير اللي بيحاسب ندى بيبقى معجب بيها جدا وبيسيب لها رقمه في ظهر الريسيت، ولما بترجع ندى البيت بتقرر تكلم الكاشير اللي ساب لها الرقم، وبتنزل عشان تقابله على كافيه، وبتقول له انه جريء قوي على حركه رقمه اللي سابها لها، ولما بتعرفه انها مخلفه ابن عنده 12 سنه ما بيصدقهاش، وبيسالها هي جابته امتى ده، بتقول له انها ولدته لما كان عندها 17 سنه، وبتعرفه انها كانت واحده متخلفه لما عملت ده. ولما بتدخل الحمام بيسرقها الكاشير وبياخد الريسيت اللي بيبقى في شنطتها كمان وبيمشي بسرعه، وبترجع له ندى بس بتلاقيه مشي، وبتتصدم لما بتكتشف انه سرقها. بعدها بنشوف بسمة وهي بتهزق ندى وبتسالها على السبب اللي خلاها تقابل شخص شبه ده، وبتبقى ندى حاسه بالندم وبتقول لهم انه عمل لها بلوك ومش عايز يرد على مكالماتها. وتاني يوم بيروحوا المعرض الاجهزه الكهربائيه، وبتعمل بسمة نفسها انها واحده من مديرين الفروع، وبتهزق موظفه هناك وبتتهمها انها مقصره في شغلها، وبتطلب منها تجيب لها قائمه باسامي كل الموظفين وعناوينهم بسرعه عشان في كتير هيطردوا، بس بتطمنها وبتعرفها انها مش هتبقى واحده منهم. وبالليل بتروح بسمة للكاشير وبتظهر له ندى فجاه وبتطلب منه الفاتوره اللي سرقها، فبيقول لها انه رماها في الزباله وبيقسم لها بده، وبتيجي مراته عشان تساله عن اللي بيحصل، فبيقول لها ان مفيش حاجه وبيدخلها جوه بسرعه. بعدها بنشوف الثلاثه وهم بيدوروا عن الريسيت في صندوق الزباله، وتهزق بسمة ندى وبتسالها هي ازاي بتنزل تقابل اول شخص قال لها كلمتين حلوين بدون ما تعرف اي حاجه عنه، فبتقول لها ندى انها بتقول لها كده عشان هي غيرانه منها، عشان جوزها خلاها واحده كئيبه ومبقاش في اي راجل بيعبرها، وبتعايرها بخيانته ليها، وبتقول لها بسمة انها عيله صغيره ومش فاهمه اي حاجه، وبتعرفها انها قررت تكمل مع جوزها عشان عيالها مش اكتر، وان مرات الكاشير واضح عليها جدا انها عارفه ان جوزها بيخونها ومع ذلك مكمله معاه، وبتلاقي الريسيت وقتها، ولما بتديهولها بتفرح ندى جدا وبتحضنها. وتاني يوم بنشوف بسمة وهي بتركب ولادها العربيه عشان توديهم المدرسه، وبيجي لها الضابط شريف عشان يسالها لو كانت تعرف مروان، وبيوريها صورته، فبتقوله انها ما تعرفوش، ولما بيوريها صورتها وهي معاه بتقوله انها تعرفه بس بتطلب منه يصبر عليها شويه عشان هي مش هتقدر تتكلم قدام الولاد، وبيسيبها الضابط فعلا بس بيعرفها انه هيستناها في مكتبه عشان تقول له كل حاجه. بعدها بتروح بسمة لمروان عشان تحكي له اللي الضابط عامله معاها، وبتساله هي المفروض تقول له ايه، فبيقول لها انه ممكن تقول له ان هم متصاحبين عادي، وبتقلق بسمة جدا وما بتبقاش عايزه تقول كده، بس بتروح للضابط وبتقول له انها عرفت مروان من ورا جوزها وانها مش ست خاينه، بس جوزها لما خانها كانت عايزه تنتقم منه عشان كده اتصرفت بالشكل ده، وبتقسم له انها قطعت علاقتها بيه بعد فتره لما حست بتأنيب الضمير، ما تعرفش اي حاجه عن مروان ده ولا عايزه تعرف حاجه عنه، وبيمشيها شريف فعلا لما بيحس انها بتكدبش عليه. بعدها بنشوف الدكتور وهو بيعرف بسمة ان جوزها مريض وهيحتاج علاج غالي، وبتقول له بسمة انها مستعده تدفع له اي مبلغ يطلبه، بس بتطلب منه يعالج جوزها باسرع وقت ممكن. ولما بتمشي بيزعق نادر للدكتور وبيساله هو ليه ما قالهاش ان فتره العلاج متاخره جدا، فبيقول له الدكتور انه قال اللي هو افتكره، وبيساله هو ليه بيكذب على مراته
مراته وبيقول لها انه عنده كانسر اصلا. وبالليل بنشوف بسمة وهي بتعرف مروان ان الفلوس اللي هي بتاخدها منه قليله وان هم عايزين نسبه اكبر على كل عمليه، فبيقول لها مروان انه هيديهم اللي هم عايزينه وبيعرفهم ان هم كسبوه كتير من ساعه ما اشتغلوا معاه. بعدها بنشوف بسمة وهي بتعرف صحابها ان هم لازم يوظفوا امهات عندهم عشان يكتروا التعاملات اللي هتحصل بعد كده، وبتدخل لجروب الامهات وبتعرفهم انها محتاجه موظفين بدخل شهري ثابت. وفعلا بتيجي كذا ام وبتشرح لهم بسمة الشغل هيبقى عباره عن ايه، وبتقول لهم ان هم هيشتروا حاجات وبعد فتره قصيره هيرجعوا الحاجات دي عشان ياخدوا الفلوس من جديد بس مش اكتر. وبتعرفهم ان مرتباتهم هتبقى ثابته واكتر واحده هتشتري حاجات وهترجعها هيبقى ليها بونص زياده، بس بتتشرط عليهم وبتقول لهم ان اهم حاجه السريه التامه. وبيبقى معاهم سعد الامن اللي بتقرر ندى انها تشغله معاهم عشان هو شخص عبيط. وتاني يوم بنشوف شريف وهو بيعرف نادر ان الشرطه لقيت العربيه اللي اتسرقت من المعرض اللي هو شغال فيه وهي محروقه وسط الصحراء، وبيعرفوا ان الرادار كان لقط صوره مراته وهي راكبه العربيه على طريق بورسعيد، وبيسالوا على السبب اللي يخلي مراته تسرق عربيه شبه دي من المعرض اللي هو شغال فيه. وبالليل بنشوف بسمة وهي راجعه البيت ولما بيشوفها نادر بيسالها هي كانت بتعمل ايه بالعربيه اللي هي سرقتها من المعرض، وان الضابط قال له على كل حاجه وعرفه انها اخذت العربيه وحرقت اللي فيها بسبب خيانته ليها، وانها عملت كده عشان تحرق قلبه وترد له جزء من خيانته. لكن بيسالها هي راحت بورسعيد عشان تعمل ايه بالظبط، وبيتهمها انها بتتاجر في المخدرات وبيزعق لها، وبيعرفها انه كان لازم يسال نفسه وهي دفعت قسط اخر البيت ازاي. وبتقول له بسمة انها اضطرت تشتغل مع مروان عشان تقدر تصرف على البيت، وبتعرفه ان هو اللي خلاها تعمل كده لما اخد كارد وقرر انه ما يدفعش اقساط البيت. وبيطمنها نادر وقتها وبيعرفها انه هيحل كل حاجه وهيبعد مروان عنها ومش هيخليه يلمس شعره منها. وبالليل بنشوف بسمة وهي بتسلم مروان 2 مليون جنيه وبتساله هو ازاي بقاله فتره كبيره بيشتغل من غير ما يتمسك، فبيقول لها انه ما يتمسكش لانه ملوش خطه ثابته زي مدرب الكوره اللي بيحط خطه مناسبه لكل ماتش. وبيعرفها انه لو حط خطه ثابته هيتقفش بكل سهوله واي حد هيعرف نقط ضعفه. وبيسال لو كانت الشرطه ممكن تفكر انه بيشتغل مع 3 ستات مالهمش لازمه شبهه، وبيديها الارباح بتاعتهم وبيعرفهم انه هيزود لهم النسبه المره الجايه كمان. وبتفرح بسمة جدا لما بتعرف ده. بعدها بنشوف بسمة وهي بتعرف مروان وندى ان هم لازم يغيروا الخطه بتاعتهم، وبتقول لهم ان هم لازم يفكروا في مشروع عشان يفتحوه بعد 6 شهور. بتقول لها ندى انها فاهمه هي بتفكر في ايه، وبتعرفها ان عايزاهم يعملوا كده عشان يبطلوا شغل مع مروان بعد ما يمسكوا مبلغ كبير. بعدها بنشوف مريم وهي بتعرف ادم جوزها انها عايزه تصارحه بحاجه، بتقول انها عملت مشروع من وراه وكسبت فلوس كتير. ولما بيسالها ادم المشروع ده عباره عن ايه بتقول له انها بتقيم المطاعم والمحلات، ما بترضاش تشرح له اكتر، وبتعرفه انها هتبقى تفهمه كل حاجه في وقت مناسب، وبتديله شنطه فيها 250,000 جنيه. ولما بيشوف ادم الفلوس بيتسحر وبيسالها لو كان ينفع يلمس الفلوس دي. وقتها بنشوف ندى اللي بتروح لسميره جده سامي عشان تعرفها انها مش عملت نظافه، وان هم لما جم المره اللي فاتت كانوا جايبين علشان يسرقوه، وبتديها ظرف فيه 8 حاجات اللي هي سرقتها، وبتقسم لها انها مش حراميه وانهم عملوا كده عشان كانوا محتاجين الفلوس. بتقول لها سميره ان اللي هي عملته ده عادي لانها كانت محتاجه الفلوس، وبتعرفها ان ولادها واحفادها سرقوا منها فلوس ياما وانها متعوده على ده، وبتطلب منها تدخل جوه بيتها علشان تاكلها من الكيكه اللي هي عاملاها. وبتبقى ندى مستغربه ردة فعلها. وفي نفس الوقت بنشوف سامي وهو بيفتح الدولاب بتاع ندى اللي بيبقى في السوبر ماركت وبيحط لها مخدرات وحاجات ممنوعه، وبيقفل الدولاب من جديد من غير ما حد يشوفه وبيمشي بسرعه. وتاني يوم بنشوف بسمة وهي بتعد الفلوس اللي اخدتها من مروان، ولما نادر بيشوف الفلوس دي بيسالها هي جابت كل ده منين، فبتقول انها جابتهم من شغل خاص بيها، وبتعرفه انها شغاله مع مروان بمزاجها وما بترضاش توضح له اكتر من كده. فبيقول لها نادر انها مش بتتاجر في المخدرات بكل تاكيد، ولما بتطمنه بتقول له ايوه بياخد منها 20,000 جنيه وبيمشي بسرعه وهو فرحان. بعدها بنشوف الضابط شرطه وهو بيسال ندى اذا كانت الشنطه دي بتاعتها، ولما بتقول له بيعرفها ان هم لقيوا جواها مخدرات وبياخدها معاه للقسم عشان يحقق معاها، وبيبقى سامي فرحان فيها قوي. بعدها بنشوف ندى وهي بتعرف بسمة انها راحت لقسم الشرطه بسبب الضابط اللي لقى مخدرات في شنطتها، وبتعرفها انه سابها بعد ما حلل لها ولقاها ما بتشربش حاجه، وبتبقى شاكه ان سامي هو اللي حطها المخدرات في شنطتها. بعدها بنشوف بسمة وندى وهما بيراقبوا الستات اللي وظفوهم، وبيعرفوا ان ماجي ما بتشتريش اي حاجه من مول زي ما هم قالوا لها، ولما بيروحوا لها عشان يسالوها هي بترجع لهم الفلوس زي ما هي بالظبط، وبتقول لهم انها كانت مشغوله قوي الفتره دي وما لقيتش حد يقعد بابنها، وبتشرح لهم الظروف من بعد موت جوزها وبتشكرهم عشان وظفوها بالمبلغ الكبير ده. وبتقول لها ندى انها للاسف هتضطر ترفضها عشان هي ما عملتش الشغل المطلوب. وقتها ماجي بتتضايق وبتقول لهم هم ازاي بيعرفوا انها بترجع لهم الفلوس زي ما هي، وبتتهمهم ان هم بيعملوا كارثه ومخبين عليها. ولما بتهددهم بالشرطه بيقولوا ان هم مش هيرفضوها ولا حاجه، بس بيطلبوا منها تشوف شغلها مظبوط. بعدها بنشوف مريم وهي بتلوم بسمة وبتقول لها انها هتدخلهم السجن بسببها، ولما بسمة بتقول انها كانت معاهم من الاول بترد عليها وبتعرفها ان هم اتفقوا على سرقه السوبر ماركت وبس، وهي اللي اجبرتهم يشتغلوا مع مروان بعد كده. وبتقول لها بسمة ان عملت ده عشان كلهم كانوا محتاجين الفلوس، وبتفكرها ببنتها المريضه اللي بتصرف عليها فلوس كتير جدا بسبب علاجها. وبتبقى ندى متفقه مع بسمة اختها في كل الكلام، وبتقول لهم مريم انها مش عايزه تكمل معاهم في اللي هم بيعملوه، وبتعرفهم انها
انها مش مستعده تدخل السجن وبتسيبهم وبتمشي وهي زعلانه منهم. وتاني يوم بنشوف مريم وهي بتركب عربيه بسمه ولما بيسالوها هي رجعت لهم ليه بتقول لهم انها ما عرفتش تروح لاي مكان غير ده، وبتعرفهم ان جوزها اخد اجازه من الشغل عشان يقعد ببنته العيانه ولازم تشتغل معاهم عشان تقدر تصرف عليهم. وقتها بتيجي ماجي عشان تقبض المرتب بتاع الشهر، ولما بتعد الفلوس قدامهم بتطمنها بسمه وبتعرفها ان هم مش نصابين، وبتقول لها ماجي ان الصبر حلو، وبتعرفهم انها بتاكد ان الفلوس مش ناقصه او مزوره مثلا، وبيتضايقوا جدا من كلامها وبيحسوا ان هم اللي شغالين عندها، ولما بيطلبوا منها ما تجيلهمش عشان هم مش هيشغلوها تاني بتقول لهم ماجي انها ما اتفقتش معاهم على كده في الاول، وبتهددهم بالشرطه من جديد وبتتريق عليهم وبتعرفهم ان هم بيجوا ورا لما بيسمعوا سيره البوليس. بعدها بنشوف مروان وهو بيعرف بسمه انه في واحد من رجالته اتمسكوا، وبيقول لها انه هيضطر يوقف الشغل معاهم شويه، ولما بتساله بسمه هو هيوقف الشغل قد ايه بيقول لها انه ما يعرفش وانه لما هيحتاج لها هيكلم. بعدها بنشوف مريم وهي بتسال بسمه هم هيتصرفوا ازاي مع الستات اللي وظفوهم، فبتقول لها ان هم هيعرفوهم ان الشغل هيقف فتره عادي يعني، ويبقوا كلهم متضايقين جدا وبيضطروا يرجعوا لشغلهم القديم. بعدها بنشوف ندى وهي شغاله في سوبر ماركت وبيجي لها سامي علشان يرخم عليها وبيطلب منها ترص البضاعه من جديد، فبتقول له ندى انها لسه رصاهم دلوقتي وبتطلب منه يشغلها شيفت زياده عشان هي محتاجه فلوس، فبيسالها سامي هي محتاجه فلوس ليه، وبيبقى عايز يعرف منها لو كانوا فشلوا في اخر عمليه سرقه هم عملوها، وبيقول لها انه مستعد يصرف عليها ويديها كل اللي هي عايزاه، بس بيطلب منها تبعد عن السكه اللي هي ماشيه فيها وترتبط بيه، وبتشتغل وبتقول انها موافقه، ولما بتناديله بلقب سمسم بيفرح جدا. وبعد كذا شهر بنشوف مريم وهي بتعرف صحابها ان ما بقاش معاها اي فلوس، وبتقول لها بسمه وندى ان هم شبهها بالظبط، وبيعدوا اخر فلوس معاهم عشان يدوها لماجي، بس بتقول لهم بسمه ان ماجي مش هترضى تاخد 10000 جنيه بس، وبيبقوا خايفين منها. بعدها بنشوف مريم وهي بتعرف بسمه وندى ان هم لازم يقتلوا ماجي، وبتعرفهم انها هددتها قدام جوزها وطلبت منها فلوس زياده، فبتقول لها بسمه ان هم بكل تاكيد مش هيقتلوا حد، بس بتعرفهم انه لازم يرجعوا للسرقه من جديد. بعدها بنشوف ندى وهي بتعرف اياد طليقها انها مش هتسيب له حضانه ابنهم، فبيقول لها انه رافع قضيه في المحكمه وبيعرفها انه هينفذ اللي هيحكم بيه القاضي. وقتها بتيجي مرات اياد وبتطلب من ندى انها ما تسندش على الكنبه قوي عشان المره اللي فاتت هي عملت بقعه زيت على المكان اللي كانت قاعده فيه، وبتعرفها انها بتحط حمام زيت لشعرها رخيص جدا، وبتتريق عليها وبتقول لها ندى انها هتبقى تاخد بالها المره اللي جايه حاضر. ولما بترجع لاصحابها بتقول لهم ان هم هيسرقوا البيوتي سنتر بتاع مرات اياد طليقها، ولما بتعجبهم الفكره بيخططوا لده فعلا وبيروحوا للبيوتي سنتر عشان يسرقوه، وبيقدروا يسرقوا بكل سهوله، بس بياخدوا حقن البوتوكس وادوات التجميل مش اكتر. بعدها بنشوف الديلر اللي بيجي لهم عشان يشتري منهم الحقن، ولما بيعرف ان هم عايزين يبيعوا له حقن بوتوكس بيتريق عليهم وبيقول لهم انه مستحيل يشتري الهبل ده منهم. ولما بتقول له ندى ان كل الستات مدمنين الماده دي ما بيقتنعش بكلامها وبيسيبها وبيمشي. وبالليل بنشوف نادر وهو بيسال الدكتور صاحبه لو كان يعرف دكتور تجميل محتاج حقن بوتوكس. بعدها بيرجع لبسمه وبيعرفها بكل فخر انه باع كل الكميه اللي هي اديتها له، ولما بتساله هو باعهم لمين ما بيرضاش يقول لها، وبيفكرها لما قالت له انه كل شخص فيهم لازم يبقى له اسراره الخاصه، فبتقول له بسمه انها هتعرفه السر الوحيد اللي هي مخبيه عنه، وبتحكي له نظام الشغل اللي بيتم بينها وبين مروان، وبتعرفه انه بيشتغل في غسيل الاموال والفلوس المزوره، وبيفرح نادر جدا لما بتقول له الحقيقه وما بيبقاش عنده اي مانع انها تكمل في شغلها ده. بعدها بنشوف ندى واختها بسمه وصاحبتهم مريم وهم داخلين لمكان مريب، وبيسالوا مروان هو جايبهم المكان ده ليه، فبيقول لهم انه هيشغلهم معاه من جديد، وبيعرفهم انه عايزهم ينقلوا 3 عربيات، ولما بيسالوه عن الحاجات اللي هتبقى جوه العربيات دي ما بيرضاش يقول لهم، وبيعرفهم ان هم هيوصلوها وهياخدوا قرشين حلوين وخلاص. بعدها بنشوف ماجي وهي ماشيه في السوبر ماركت، ولما بتشوف ندى بتعرفها ان ال20000 اللي هي اخدتهم منهم الشهر ده خلصوا بسرعه، وبتوريها المحفظه بتاعتها وبتقولها ان الفلوس الحرام ما بتدومش ومحتاجه 50000 جنيه كمان عشان تكمل بيهم الشهر ده. ولما ندى بتقول لها ان مش معاها فلوس بتهددها بالفضيحه، وبتضطر انها تسكتها بسرعه، وبتعرفها انها تديها الفلوس اللي هي محتاجاها النهارده بالليل. وبيشوفهم سامي وهما بيتكلموا مع بعض وقتها، وبالليل بنشوف بسمه واصحابها وهم رايحين ب3 عربيات عشان ينقلوهم لمكان محدد، وبيبقوا متحمسين جدا. وبنشوف سامي وهو بينادي على ماجي وبيسالها لو ينفع يتكلم معاه شويه، فبتقول له انه ينفع طبعا، وبيخرجوا بره عشان يتمشوا سوا، وبتحكي له ماجي هي بتتألم قد ايه بسبب موت جوزها، وبتعرفه انه مات بسكته قلبيه، ومن ساعتها وهي مش عارفه تعيش حياتها الطبيعيه، وبتصعب على سامي جدا وبيحاول يديها فلوس بس بتهزر معاه وبتعرفه انها مش محتاجه فلوس، وبتتريق عليه وبتقول انه شخص طيب وغلبان قوي، فبيقول لها انه كان صديقها وبيعزمها على وافل وبيضحك معاها. وقتها بنشوف بسمه وهي بتسال مروان هو خلاص خلاهم ينقلوا له عربيات فاضيه ليه، وبتساله لو كان بيعملهم زي فرق التجارب، فبيقول لهم انه عمل كده عشان يتاكد اذا كان الولد بتاع الشرطه مسكته وثبته هيبقى مخبر ليهم ولا لا. ولما بيطلب منها مفاتيح العربيات بترميهم في وشه وهي متضايقه، وبيقول لها مروان اولا انها ام وعندها عيال كان زمانه خلص عليها بسبب الحركه اللي عملتها، وبيعرفها انه مش هيشغلهم معاه من جديد، وبيزعق لها عشان تمشي من قدامه وبيديهاش اي فلوس. بعدها بنشوف ماجي وهي بتدخل سامي بيتها، وبتعرفه ان ابنها دايما مكركب البيت، وبتسيبه عشان تطمن عليه، وبيستغل سامي انها مش شايفاه، وبيحط مسجل صوت في بيتها بسرعه.
وقتها بنشوف شريف وهو بيراقب بسمة واصحابها، وبيجيله مروان وبيقعد جنبه في العربية وبيسأله هو بقاله فترة عمال يراقب فيهم ليه، وبيعرفوا ان الولد اللي هو سابه عشان يبقى مخبر عرفه كل حاجة، وبيتحداه لما بيقولوا انه مستحيل يقبض عليه، وبيبقى شريف متضايق جدا بس ما بيقدرش يعمل حاجة. وتاني يوم بنشوف الدكتور وهو بيعرف مريم ان بنتها تحتاج عملية ب450,000 جنيه، انها لو قررت تعمل العملية دي بره مصر هتدفع مش اقل من 1,500,000. وبتبقاش مريم عارفة تجيب له الفلوس منين، وبتكتب له شيكات بالمبلغ اللي بيطلبه. وبعدها بنشوف ادم وهو بيسألها هم هيجيبوا 450,000 جنيه منين، وبيعرفها انه مش معاه غير 50,000 لسه سالفهم من واحد صاحبه، وهي مش معاها غير 25 بس. بعدها بنشوف ندى وهي بتعرف مريم ان هم هيسرقوا خزنة السوبر ماركت من جديد عشان تقدر تدفع ثمن عملية بنتها، وبيتفقوا ان دي هتكون اخر مرة يسرقوا فيها، وبيقرروا ان هم ينتقموا من مروان في نفس الوقت. وبالليل بنشوف بسمة ومريم وهما بيهددوا الزبائن والموظفين عشان ما يتحركوش، وبياخدوا المفاتيح من المديرة وبيجبروا ندى ان هي اللي تيجي معاهم عشان تفتح لهم الخزنة. فعلا بيسرقوا كل الفلوس اللي في الخزنة، وبيحطوا ورقة جواها مكتوب فيها هدية للضابط شريف، وبتكسر ندى التسجيلات بتاعة الكاميرا، وبيشوفها سعد وقتها وبيطلب منها ترجع كل الفلوس اللي هي سرقتها، فبتقوله انها مش هتعرف ترجع الفلوس وبتترجاه عشان يسيبها، وبتعرفه انها هتديله نص الفلوس اللي اخدوها من الخزنة. وبتيجي الشرطة وقتها وبتعمل ندى ومريم ان هم كانوا من ضمن الرهاين، وبنشوف سعد وهو بيحكي للشرطة بطولاته الوهمية في محاولة منع الحرامية من سرقة الخزنة، وبتقول لهم ندى ان كلام سعد كله حصل. ولما الضابط بيشوف الرسالة اللي في الخزنة بيتصل على شريف زميله وبيعرفه باللي مكتوب جواها. تاني يوم بنشوف نادر وهو بيكلم الشخص اللي بيستلف الفلوس منه، وبيقول له انه هيرجع له كل فلوسه قريب جدا. ولما بيتكلم مع واحدة من اللي يعرفهم فيديو كول بيعمل حادثة وبينقلوه المستشفى. بعدها بنشوف بسمة بتسأل الدكتور عن حالة جوزها، وبتبقى عايزة تعرف لو الحادثة دي ممكن تأثر على الكانسر اللي عنده، فبيقول لها الدكتور ان جوزها مش مصاب بالسرطان اصلا، وبيعرفها ان بعد فترة قصيرة هيبقى كويس، وبيسيبها وبيمشي. وقتها بنشوف مريم اللي بتبقى فرحانة جدا بعد ما بتعرف ان عملية بنتها نجحت، بس ادم جوزها بيسألها هي جابت فلوس العملية منين، ولما بتعرفش ترد عليه بيقول لها انها سرقت السوبر ماركت بتاع ندى صاحبتها، وبيعرفها ان السوبر ماركت اتسرق في نفس اليوم اللي هي قالت له فيه انها هتسافر عشان تجيب الفلوس. ولما بتقول له انها سرقت الفلوس علشان عملية بنتهم مش اكتر، بيرد عليها وبيعرفها انه راجل قانون وان مراته ما ينفعش تبقى مجرمة، وبتتصدم مريم وقتها وبتبقى منهارة. ولما بترجع بسمة البيت بتشوف جوزها وهو مربوط، وبيسألها مروان هي ليه عايزة تسلمه للشرطة، وبيعرفها انها ما صنتش العيش والملح، وبيديها المسدس عشان تقتله، وبتمسك المسدس فعلا وبتهدده، وبيستناها مروان فترة، ولما بتضربش نار عليه بيقول لها انها تبلغ الشرطة عنه عادي بس ما بتقتلش، وبيعرفها انه عيبها انها عايزة تبقى زيه من غير ما توسخ ايدها، وبيقرب منها عشان ياخد منها المسدس، وبيضرب نادر بطلقة، وبيعرفها ان المرة الجاية الطلقة دي هتقتل حد عزيز عليها قوي. بعدها بنشوف بسمة وهي بتعيط على نادر، وبتعرف صحابها ان واحدة غبية وان كان في ايدها تموت مروان بس ما عملتش ده. وقتها بيجي الدكتور وبيطمنها على جوزها، ولا بيقول لها انه حالته بقت مستقرة بتفرح. وبنشوف سامي وهو بيدور في السوبر ماركت على اي دليل، ولا بيلاقي صباع الروج بياخده وبيروح للضابط شريف بسرعة عشان ينبهه، وبيطلب منه يشوف البصمات اللي عليه. بيهزقوا شريف وبيطلب منه ياخد الزبالة اللي هو جايبها له دي قبل ما يمشي، لكن سامي بيأكد له ان صباع الروج ده دليل قوي. لما بيشوف شريف الرسالة اللي كانت في الخزنة بيعرف انها مكتوبة بصباع الروج اللي سامي جابه له فعلا، وبيروح لبسمة عشان يعرفها انه لقى دليل قوي، وبيدينها بان هي اللي سرقت خزنة السوبر ماركت. بيسألها هي كانت بتعمل ايه هناك في يوم السرقة، بتقول انها كانت بتتسوق عادي، وبتسأله على الدليل اللي بيتكلم عنه، فبيقول لها انها تعرف كل حاجة لما تيجي النيابة بكرة عشان ياخدوا بصماتها، وبيسيبها وبيمشي. بعدها بنشوف اياد وهو بيعرف ندى انه لسه بيحبها، وندم قوي لما قرر ينفصل عنها، وبتتصدم لما بتسمع كلامه ومبتبقاش عارفة تقول له ايه بس بتمشيه من بيتها. بعدها بنشوف ادم وهو بيبص لمراته باشمئزاز شديد لما بيدخل الشقة وتناديله عشان يساعدها في شغلها، وبيجي لها وبيرمي الحرز اللي فيه صباع الروج، وبتفرح مريم لما بتعرف ان بسمة كده مش هتبقى متهمة بحاجة. وقتها بنشوف شريف وهو بيعرف سامي انه طلع عنده حق في كل الكلام اللي قاله عن ندى واصحابه، وبيفرح سامي لما بيقول له ده، ولما بيعرفوا شريف انه عايزه يشتغل معاهم بيفرح اكتر، وبيسالوا عن المقابل اللي هياخده، فبيهزقوا شريف وبيعرفوا انه هيشتغل معاهم مقابل انه ما يدخلوش السجن. بيخاف سامي منه وبيسكت تماما. بعدها بيروح سامي الماجي عشان يعرفها انه اشتغل مع الشرطه، وبيسال هي اخدت كام من ندى لما كانت شغاله معاهم، فبتقول له انها اخدت منها 150,000 جنيه، وبيتصدم سامي لما بيسمع الرقم، وبيقول لها ان كده هيعتبرها شريكه معاهم في جرايمهم. ولما بتترجى ماجي عشان ما تبلغش الشرطه عنها بيقول لها انه مش هيبلغ بالفعل، بس بيعرفها انه هيعمل كده لو وافقت تتجوزه. وقتها بنشوف بسمه واصحابها وهم بيتفرجوا على تدريب الكاراتيه، وبيجي لهم مروان اللي اول ما بيشوفهم بيخافوا منه جدا، وبيسالوه هو جاي لهم ليه، وبتفكروا بسمه لما حاول يموت جوزها، فبيقول لهم مروان انه لو كان عايز يموت جوزها بجد ما كانش هيضربه طلقه في كتفه، ويعرفهم انه جاي لهم عشان سامي اللي بقى شغال مخبر مع الشرطه. ولما بيسالوه هو عايزهم يعملوا ايه بالظبط بيقول لهم لازم يقتلوه في اسرع وقت قبل ما يمسك دليل جديد عليه. ولما بيطلبوا منه يخلص عليه هو بيقول لهم انه ما ينفعش ينظف مكان حد، وبيعرفهم ان سامي ده هم اللي عملوه، هم اللي لازم يخلصوا عليه، وبيسيب لهم لانش بوكس فيه مسدس وبيمشي. وبالليل بنشوف ندى وهي بتعرف بسمه ان هي اللي هتقتل سامي، وبتقول لها ان الشخص ده حاول
بيغتصبها وانها لو كانت قتلته في لحظتها ما كانتش هتدخل السجن فيه ساعه واحده. فبتقول لها بسمه ان هي اللي هتقتله وبتطلب منها تبعت له رساله عشان يقابلهم. بعدها بنشوف سامي وهو واقف في مكان مقطوع وبتجيله بسمه وبتهدده بالسلاح وبتساله هو عايز يسلمهم للشرطه ليه، وبتعرفه ان لو قال للظابط اي حاجه هتقتله بجد. فبيقول لها انه مش هيقول اي حاجه وبيقسم لها بدوله ما بتتفق معاه على نص مليون جنيه مقابل انه يسافر بره مصر. بيوافق وبتسيبه بسمه وقتها عشان يمشي وبتتضايق ندى منها جدا عشان كانت عايزاها تقتله وبتسالها لو كانت هتدي الشخص ده نص مليون بجد بدل ما يقتلوه. بعدها بنشوف شريف وهو بيرن جرس شقه ولما بتخرج له ماجي بيسالها عن سامي فبتقول له انه سامي خطيبها بره دلوقتي، لكن لما بتعرف انه ضابط شرطه بتنادي على سامي بتحطه قدام الامر الواقع. وبيبقى سامي مرعوب من شريف لما بيساله عن المعلومات اللي قدر يجمعها عن ندى واختها، بيقولوا انه لسه ما وصلش لاي معلومه جديده وبيهزقوا شريف وبيبقى عايز يضربه وبيعرفوا انه لو ما جابلوش اي معلومات جديده عنهم خلال 48 ساعه هيدخلوا السجن. وقتها بنشوف ندى وهي بتحضر حفله تحديد جنس الجنين بتاع مرات طليقها، لما بتحس ان الكل مشغول بتدخل جوه الفيلا وبتسرق مفاتيح العربيه وبتخرج بسرعه عشان تدي المفاتيح لاختها. لما بتقول لها انا مش هتسرق عربيه بتسالها هي هتجيب نص مليون عشان تديهم لسامي ازاي، وبتضطر بسمه تاخد المفاتيح. ولما بترجع البيت بتسال نادر لو يعرف حد ممكن يشتري منها عربيه مسروقه، فبيقول لها انها رجعت تشتغل مع مروان من جديد وبيتعصب عليها وبيعرفها انها واحده ما عندهاش احساس، وبيسالها لو كانت نسيت انه كان هيموت بسببها من اسبوع واحد بس، وبيهدى وقتها لما بيفتكر انه مديون وان هي اللي بتصرف على البيت، وبيقول لها انه ليه صديق ممكن ياخد العربيه. بعدها بنشوف سامي وهو بيعد الفلوس وبيقول لهم ان دول 250,000 بس، فبتقول له بسمه انها تبعت له الباقي لما تتاكد انه سافر بره مصر، وبتعرفه انه لو كذب عليهم وما سافرش العصابه هي اللي هتقتله. تاني يوم بنشوف مروان وهو بيسال بسمه هي قتلت سامي ازاي، فبتقول له انها ضربته طلقه في دماغه وبعدها اخدوا جثته ورموها في النيل عادي جدا. وبيرد مروان عليها وبيقول لها انها قصه جميله قوي بس بيعرفها انها كانت هتبقى قصه احلى لو كانت حصلت بجد، وبيتريق عليها لما بيقول لها ان المسدس اللي هو اداهولها ما كانش فيه رصاص اصلا وانها واحده رقيقه زيها مستحيل تقتل، وبيطلب منها تستحمل اللي هيحصل فيها الفتره اللي جايه. بياخد منها المسدس وبيمشي. وبالليل بنشوف ماجي وهي بتعيط، ولما ندى بتسالها بتعيط ليه بتقول لها ان الشخص المقرف اللي اسمه سامي بيهددها بالشرطه عشان يتجوزها بالعافيه وانها كان معاها من ساعه واحده بس وحجز القاعه اللي هيعملوا فيها فرحهم. وبتتصدم ندى لما بتقول لها الكلام ده وبتعرف انه ما سافرش زي ما وعدهم. لما بتروح لاختها عشان تعرفها كلام ماجي بتطلب منها تديها مسدس عشان تقتله، وبتقول لها بسمه انها رجعت المسدس لمروان وبتعرفها ان هم مش هيقتلوا حد. بعدها بنشوف بسمه وهي بتعرف مروان انها مش هتقدر تقتل سامي وبتقول انها مش قادره تهرب منه وانها مش زعيمه عصابه شبهه، وكل اللي هي بتتمناه دلوقتي انها تنام ساعه واحده بس وهي مرتاحه. ولما مروان بيهددها بسلاحه وبتساله اذا كان هيقتلها فبيقول لها لا وبيعرفها انه هيعمل لها كل حاجه، وبتلمس بسمه ايده وقتها وبتبص له باعجاب شديد. وبينتهي المسلسل. الفيلم ده كتبه مجدي حمودة، سجلته أمل عقيل، ومنتجه كريم طاهر. وما تنسوش تعملوا فولو لصفحة فيلم في الخمسين عشان تتابعوا ملخصات الأفلام الدرامية بصوت محمد طاهر، ده اللي هو أنا يعني، وفولو لصفحة محمد طاهر عشان تتابعوا الملخصات الكوميدية، وفولو لصفحة هكون مطاطا عشان تتابعوا ملخصات الكرتون والأنمي. سلام.